يا مساء الفل عليكم يا شباب. النهارده انا هقول لكم ايه الاجراءات او ايه الحاجات اللي انتوا تعملوها من اول ما تدخل المطار لحد باب الطياره. الحاجات اللي المفروض المسافر العادي بيعملها، لان في ناس كتير اعرفها يعني بتقول لي انا ما لما ادخل المطار هعمل ايه، ايه اول حاجه هقابلها، ايه الكلام ده كله. بس قبل ما نبدا الفيديو كده ما تنساش سبسكرايب وشير ولايك للفيديو عشان اكتر عدد من الناس يشوفوه، ولو حد مش عارف المعلومه دي يا ريت المعلومه توصل له. واكونت الانستجرام دلوقتي هيظهر لكم على الشاشه، هو والاكونت بتاع التيك توك، وبقيه الاكونتات كلها هتكون في الديسكربشن. واي حد عنده سؤال في اي حاجه في الفيديو يا ريت يبعتها لي في الكومنتس او على الانستجرام، برد على كل الرسائل. هنقسم الفيديو بتاعنا النهارده لحاجتين. الحاجه الاولى دوميستيك فلايتس، والحاجه الثانيه انترناشونال فلايتس. ايه الدوميستيك وايه الانترناشونال؟ الدوميستيك فلايتس هي الطيران الداخلي، وده اسهل بكتير، اجراءاته اسهل بكتير من الطيران الخارجي او الدولي زي ما بنقول. هنبتدي بالطيران الداخلي. اول حاجه انت بتاخد الشنط بتاعتك على حسب بقى تيكت طيران وميعاد طيارتك والكلام ده كله، وفي رقم المبنى والمطار اللي انت رايحه. هتدخل المطار، اول حاجه بتقابلها هي التفتيش. انا كل كلامي النهارده هيكون على مطار القاهره، وهيكون على الرحلات اللي طالعه من مطار القاهره. لو في مطار تاني هنتكلم عليه هقوله برده في الفيديو. طيب، اول حاجه بتعملها لو انت مسافر دوميستيك فلايتس، انت بتاخد الشنط بتاعتك وتدخل بيها عادي جدا على اول تفتيش اللي هو في مطار القاهره. بيفتش الشنط والكلام ده كله. انت لحد هنا لسه ما وصلتش للتفتيش او للتفتيش بتاع الطياره او للوزن. طيب، اتفتشت اول تفتيش، تمام، اوكي، مفيش مشكله. انت طبعا بتسلم على اهلك او اللي جايين، لو حد جاي يوصلك والكلام ده كله ما بيدخلش معاك للمبنى بتاع المطار. انت بتسيبهم على البوابه بتاعه المطار، لان في مطار القاهره ما بيدخلوش حد، او مطارات مصر اعتقد يعني ان هم ما بيدخلوش حد جوه. انت كده دلوقتي تمام، عديت اول تفتيش. طيب، هتخش هتدور على الكاونتر بتاعك. اول ما بتدخل بتعدي التفتيش ده بتلاقي كاونترات كتير جدا وناس واقفه كتير جدا، وكل واحد قدام طيارته. طيب، انت هتعرف ازاي؟ بيكون في شاشات مكتوب عليها الرقم الرحله اللي انت طالع عليها. وليكن مثلا انت طالع على ام اس واحد مثلا، فانت بتدور في الشاشات دي مكتوب فين ام اس واحد، وعاده ما بيكون مكتوب فين الوجهه اللي انت رايحها. يعني مثلا انت رايح من القاهره لشرم الشيخ، فبيكون مكتوب شرم الشيخ ام اس واحد على الكاونتر اللي المفروض تعمل عليه التشيك ان بتاعك. طيب، دخلت على اللاين بتاع التشيك ان ومستني دورك، ودخلت على التشيك ان. اول حاجه بتعملها ايه؟ ايه الحاجات اللي انت محتاجها عشان تعمل التشيك ان؟ طيب، هل انت محتاج باسبور؟ لا. لو انت في مصر والطيران الداخلي في مصر ما بيحتاجش باسبور لو انت مصري. لو انت اجنبي اعتقد ان هم بيحتاجوا الباسبور. لو انت مصري بتدي له بطاقتك وبتدي له تيكت طيران، او بتوريه له لو انت عامله اونلاين، بتوريه له عادي جدا ومفيش اي مشكله، وتحط الشنط بتاعتك وتوزن، وهيدي لك حاجه اسمها بوردنج باس. مش عارف ليه يا جماعه انا عندي هوس بتجميع البوردنج باس بتاعت رحلات الطيران اللي انا بسافر لها. لو حد عنده نفس الهوس ده يا ريت تكتب لي في الكومنتس ونتشارك على الاقل البوردنج باسز اللي معاك، انا بحب اشوفهم جدا. وعندي برضه هوايه ان انا بحب اشوف الستامبس بتاعت المطارات، الاختام بتاعت الجوازات دي. طيب، نرجع لمرجوعنا. ده البوردنج باس، ده اللي هو بيديهولك ده بطاقه صعود الطائره بمعنى اصح يعني. دي الحاجه اللي انت هتطلع بيها الطياره، اللي بتاخدها من التشيك ان اللي هو الوزن. طيب، خدنا البوردنج باس وتمام، مكتوب فيه كل حاجه. دلوقتي انا هعرض لك البوردنج باس ده وهفهمك كل حاجه فيه. طيب، دلوقتي ده صوره البوردنج باس انا حاططها لك دلوقتي على الشاشه. دي صورة البوردنج باس اللي انت المفروض هتاخدها، وبيكون مكتوب فيها كل حاجة على بيكون مكتوب فيها كل معلومة عن الرحلة اللي انت طالعها. طيب، نيجي خدنا البوردنج باس وتمام والدنيا تمام وسلمنا الشنط في التشيك ان وخلاص. طيب، انت دلوقتي بيقول لك مثلا انت الجيت بتاعتك مثلا الرقم سي 3 مثلا. بتدور على سي 3، بيكون قدامك لوحات كتير جدا استرشادية في المطار. بعد ما بتخلص بتروح على البوابه بتاعتك، بتستنى طيارتك. الطياره مثلا قبل الطياره ب 10 دقائق او مثلا بخمس دقائق بيتم ان انت ايه تروح، يا اما تدخل الباص اللي بيوديك للطياره، او بتعدي من التيوب اللي بتوديك للطياره. طيب، انت دلوقتي ركبت الباص او دخلت التيوب بتاعت الطياره. طيب، هتركب الباص هينزلك قدام الطياره بالظبط. حابب تتصور، حابب ان انت تعمل اي حاجه، لو في وقت اعمل ده عادي جدا، ما فيهوش اي مشاكل. اتصور مع الطياره واللي انت عايزه كله. طيب، طلعت الطياره بتدور على الكرسي بتاعك. الكرسي مثلا هو وليكن جي 33 مثلا. ده لو كان في كرسي كده، بتدور على الكرسي بتاعك وبتقعد في مكانك ومفيش اي حاجه. بتقعد في مكانك. لو انت حابب ان انت تغير مكانك، مش هتنفع تغير مكانك قبل ما تسمع كلمه boarding complete.
دي الطياره بيقولها او احد افراد الطاقم هو اللي بيقولها. تسمع كلمه بوردنج كومبليت يعني كده الطياره كلها اكتملت، ان مفيش عدد ركاب هيطلع تاني الطياره، فانت لو حابب تغير المكان بتاعك ممكن تغيره عادي جدا. طيب انا دلوقتي مثلا خدت البوردنج باس بتاعي وحظي كان مش احسن حاجه وخدت كرسي ممر او كرسي ميدل، اعمل ايه بعد برضو ما تسمع كلمه بوردنج كومبليت ولقيت ان في كرسي جنب الشباك فاضي، ممكن تنادي على احد افراد الطاقم ان انت بتكلم المضيف او المضيفه الموجودين على الطياره، تقول لهم انا عايز اغير المكان بتاعي والبوردنج كومبليت، فهل ده يسمح ولا لا؟ هم بيقولوا لك ده يسمح او لا. طيب خلاص انت ركبت الطياره والحمد لله الطياره طلعت ووصلت بالسلامه ونزلت للمطار اللي هو الوجهه بتاعتك، خلينا مثلا نقول وليكن وجهتك كانت الاقصر. طيب انا نزلت مطار الاقصر، اول حاجه لما الطياره بتوصل بتستنى خالص 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 لحد ما الباص يجي ياخدك لحد صاله السير اللي فيها السير اللي هي بتاع صاله الوصول بمعنى اصح، اللي هي فيها اللي انت هتاخد الشنط بتاعتك. بعد ما بتوصل الصاله دي بتستنى الشنطه بتاعتك على السير، بتاخدها تحطها ترولي وتطلع تشوف تاكسي او باص، وخلاص انت كده رحلتك خلصت، مفيش اي حاجه تانية مستنياك هتعملها. تاني حاجة بقى وهي الانترناشونال فلايتس، اللي هو أنا مسافر مثلا من القاهرة للندن، من القاهرة لروما، في الآخر كده بيكون فيها جوازات وأختام. الانترناشونال فلايتس هي لحد الوزن بتكون زي الدوميستيك فلايتس بالظبط، بس اللي بيختلف إن الوزن بتاعك بيكون أكبر شوية، دي حاجة بتخص شركة الطيران ما بتخصش الفيديو بتاعنا النهاردة، دي هنتكلم عليها بعدين في فيديو تاني. أنا دلوقتي خلاص أنا هعمل نفس اللي أنا عملته في الوزن، هدور على رقم الرحلة، هدور على الاسم، هدور على الشاشة، وهدخل على الكاونتر بتاعي واوزن واخد البوردنج باس وكل حاجة. بس وانا باخد البوردنج باس هيسألني هنا على حاجة، مش هيطلب مني بطاقة، مستحيل ان انا اسافر بره مصر بدون بطاقة، دي حاجة لازم يكون معايا جواز سفر. ولو عايزين اعمل لكم فيديو عن خطوات استخراج جواز السفر اكتبوا لي تحت في الكومنتات. لما ياخد مني جواز السفر هيسألني عن الفيزا او معايا مثلا اقامة، معايا اقامة في بلد تانية، هيسألني عليها في كاونتر التشيك ان، وهيسأل الذكور عن شهادة الجيش او تصريح السفر. طيب لما يسألني عن تصريح السفر، ايه هو تصريح السفر؟ باختصار شديد تصريح السفر ده بيطلع من إدارة التجنيد للذكور من أول 19 سنة لحد سن ال 60 سنة. دلوقتي عايز تطلع تصريح سفر بعمل ايه؟ تدخل على موقع التجنيد بتاع وزارة الدفاع اونلاين، بتدخل البيانات بتاعتك كلها، وبعديها بيوم بيتصلوا بيك بيقولوا لك انت فلان الفلاني مثلا، انت امبارح كنت محتاج تصريح سفر قدمت عليه اونلاين، فبتقول لهم اه، بيقولوا لك ابعت لنا الفلوس دي على واتساب مثلا، او انت بتروح اداره التجنيد تاني يوم. رسوم استخراج الجواز السفر بتكون حوالي 175 جنيه. طيب انت دلوقتي معاك تصريح السفر ومعاك الفيزا ومعاك الباسبور، في حاجه تانية بعض الدول بتحتاج لها. بعض الدول بتحتاج لمبلغ مالي، زي مثلا دبي مثلا بيتاكدوا معاك مثلا في حدود ال 1000 دولار، ال 500 دولار، ال 800 دولار، على حسب، ما بتفرقش كتير، بس لازم يكون معاك مبلغ مالي. ودي في بعض الدول لو انت رايح سياحه مش اقامه، لو انت معاك اقامه مش هيسالوك على اي حاجه، بس هيسالوك على تصريح السفر. طيب انت دلوقتي خلصت كل ده في التشيك ان، انت دلوقتي خلصت التشيك ان، بس في التشيك ان بيدي لك ورقه كده هعرضها لكم دلوقتي على الشاشه. الورقه دي بتملي فيها بياناتك وكل حاجه ورقم الباسبور وانت رايح فين والوجهه والكلام ده كله والغرض من السفر. الورقه دي بتخليها معاك مع الباسبور، وانت داخل على الجوازات بتديها لضابط الجوازات المسؤول، بيختمها وبيدخل الباسبور وبيدخل بياناتك والكلام ده كله، وبيختمها وبياخدها وبيختم لك باسبورك، وانت بتاخد الباسبور وبتتجه على طول على بوابتك. طيب خدت الختم بتاعك، ختمت كل حاجه تمام، وخدت البوردنج باس وحطيت الشنط في التشيك ان وكل حاجه والدنيا ماشيه زي الفل، بتتجه على بوابتك وبعدين تطلع على الطياره، وبعدين لحد الطياره ما توصل ان شاء الله انت بتنزل. اول حاجه بتعملها هي اخر حاجه عملتها في الدوله اللي انت مسافر منها، بمعنى انه اول حاجه انت عملتها ايه؟ التشيك ان وبعديها الجوازات. لا، في الدوله اللي انت مسافر لها هيبقى اول حاجه لما توصل هتبقى الجوازات، وبعدين استلام الشنط او استلام الحقائب اللي انت حاططها. انا دلوقتي وصلت، الطياره وصلت وتمام وانا نزلت المطار، اول حاجه بتعملها بتروح على الجوازات، بيراجع اوراقك وبيختم لك الباسبور بتاعك وبتاخده. اول ما تاخد باسبورك بتروح على طول على السير تاخد شنطك وتطلع بره المطار، تشوف بقى باص او تاكسي او حد منتظرك ياخدك لحد المكان اللي انت عايزه. هي دي الموضوع كله، وببساطة ومن غير أي خوف أو بانيك، الموضوع سهل جدا وأسهل مما تتصوروا.
ما فيهوش اي حاجه. انا كنت في الاول قبل ما اسافر، قبل ما ابتدي اسافر، انا كنت فاكر ان هو صعب ومستحيل، مش مستحيل بس صعب بقى، وهيكون في بانيك ورخامه ولا اي حاجه. الموضوع سهل جدا واسهل مما تتخيل. لحد كده الفيديو بتاعنا النهارده هيكون خلص. ما تنسوش سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو وشير في كل مكان. عايزين نوصل الفيديو ده ل 5000 لايك عشان اكتر عدد من الناس يشوفوه. ويا ريت لو حد كانت عنده ناقصه المعلومه دي يبقى انا فدته. وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات اول مره سافرتوا فيها كان في برضه بانيك ورهبه كده ولا لا.